ما بنلحقش يا دوبك نشم نفسنا غير ونسمع عن أزمة جديدة للعمالة المصرية في الكويت، مرة صفاء الهاشمي ومرة نواب البرلمان الكويتي، وتقريبا كده الحكومة الكويتية كلها اتفقت علينا، وزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية وغيرهم. طب إيه اللي عملته الحكومة الكويتية وضايق منها المصريين؟ وليه جمعتنا إحنا والهند في كفة واحدة؟ أنا مريم مجدي وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. في البداية كده وعلشان بنشوفكم في التعليقات زعلانين مننا، احنا بنأكد ان كل المعلومات اللي في الفيديو ده نشرتها صحيفة القبس الكويتية، وهي أقرب حد للحكومة هناك، وان اي معلومات بنقولها علشان خايفين على المصريين اللي في الخارج. نخش بقى في الموضوع. نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر ليها ان أجهزة الحكومة الكويتية اللي ليها علاقة بجلب المصريين للعمل داخل الكويت انها هتحدد بالتعاون مع عدد من جمعيات النفع العام الكويتية، وعلى رأسها جمعية المهندسين، المزيد من الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المتخصصة من مصر والهند بالتحديد. ومش بس كده، ده كمان كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن استمرار وقف تصاريح عمل العمالة المصرية بالكويت لحد دلوقتي. ده كمان شدد المصدر على أن الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المصرية بالكويت ما زالت متوقفة بناء على تعليمات وزير الداخلية، يعني ما بقتش القوى العاملة لوحدها، دي بقت كمان الداخلية معاها، يلا أهو تبقى كملت. وأكدت وزارة الداخلية الكويتية عدم صحة أي كلام عن إتاحة الفرصة لأي شركة دون غيرها لجلب العمالة من مصر، فالإغلاق هو الإغلاق ولسه مستمر لحد ما يعيدوا ترتيب إجراءات تصاريح العمل ووضع شروط عملية لبيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية. يعني تقريبا كده هم واخدينها واحدة واحدة لحد ما تتقفل علينا ضبة ومفتاح. نيجي بقى للسؤال التاني، إزاي جمعونا إحنا والهند في كفة واحدة وليه؟ اتضح ان الكويت حط عينيها بالتحديد على العمالة المصرية والهندية، وشك في مدى شطارة ومهارة العمالة دي. تقولي ازاي واحنا اشطر وامهر عمالة في المنطقة؟ هقولك انا معرفش، بس هم اللي شايفين كده وخلاص. ما علينا، المهم انهم دلوقتي بيخططوا ان علشان يتم استقدام عمالة متخصصة في الكويت وخصوصا المهندسين، ده مش هيتم غير لما يجي وفد من الكويت ويزور مصر ويشوف الجامعات المصرية بعينه ويتأكد إنها جامعات تمام وبتخرج مهندسين تمام، وبعدها هيتم الاتفاق على أنهي جامعات هياخدوا الخريجين بتوعها. وفي نفس التوقيت هيكون في وفد كويتي رايح على الهند للاطلاع على بعض الجامعات وسياسة التدريس فيها، يعني نفس اللي هيحصل. وبكده تكون الكويت ساوت بين العامل المصري والعامل الهندي، واعتبرتهم هما الاتنين فئة واحدة، هيشوفوا مين فيهم يسمح ليه بدخول الكويت ومين لأ، وده لأنهم وعلى حسب كلامهم أكتر جنسيتين بيشتغلوا في الكويت. وبالنسبة للناس اللي بتحاول تظبط تأشيرة تجارية للدخول للكويت وبعدين يقلبوا وضعهم هناك لعمل، أكد المصدر الكويتي إن إصدار تأشيرة التجارة نفسها لدخول الكويت بتتم وفق ضوابط من قبل وزارة الداخلية، وأكد إن الكلام عن تحويل التأشيرة التجارية إلى تصريح عمل أمر غير صحيح، لأن هذا النوع من التأشيرات خاص فقط بالشركات تسهيلاً ليهم لاستقدام بعض وفودها أو الأشخاص من ذوي الاختصاص بأغراض مؤقتة، وتكون مدة صلاحيتها شهر واحد وبعدها يتم تمديدها لشهر آخر بحسب الحاجة. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. انتوا بقى رأيكم ايه في القرارات اللي عملوها الكويتيين في حق العمالة المصرية؟ وهل طبيعي اننا نتساوى بأي عمالة من دولة تانية؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.